الاهلي كان افتقد لوجود محمد عبد المنعم في البطوله دي. طبعا. طبعا بعيدا عن الاصابه، طبعا. نتمنى له السلامه طبعا. طبعا. لكن طبعا. الاهلي افتقد لواحد زي عبد المنعم. طبعا. وانا شايف ان هو كمان صعب تلاقي حد بالبروفايل ده لو انت حطيت في تاريخ مصر، توب 10 في تاريخ مصر، هيتحط توب 5. طبعا. هتحط ذكاء، كوره، سرعه، آه، بالانس وكل حاجه، فتنس، كل حاجه. هجوميا ان صح. هو يبقى عندك حد ذكي كده، عارف يطلع في بالكورة. الكورنرات بالشكل ده، عارف يطلع بتحت وعنده صح. ثقه في نفسه وما بيألفش. عارف لما كان بيغلط في ماتشات الاهلي كنت بقول لهم يا جماعه والله العظيم يا جماعه عنده حق، يا جماعه الموضوع هو اوفر قوي على اللي احنا فيه ده، اوفر جدا، فطبيعي ان هو يعمل اللي هو بيعمله ده. والله الموضوع انا حاسس ان انا يعني لو عندي زعلان امكانيات ان هو مش معانا في كاس الامم. ايه اللي بيحصل له بره فرنسا؟ ليه مش انا عارف ان انت طبعا على تواصل معاه او كده، يعني عارف ان انتوا صديق يعني صديق مقرب. الدوري الفرنساوي سريع جدا. الدوري المصري برضه انت ممكن، انت يعني فاهم، ممكن الكره البيلد اب يحصل من تحت، الجون يديها للسيرد باك، تخش فاهم تصلي الظهر وترجع تلاقي لسه عند السيرد باك عادي، لسه بتتحط على الشمال. بتكلم عامه اللي هو مثلا كان بيلعب ماتش ويريح 5 مش عارف ايه. انا بتكلم عشان هو مش جاهز بدنيا. هو مش جاهز بدنيا على البيس ده نمره واحد. مش جاهز. هو بقاله 4 سنين ما بيريحش.